السلام عليكم حبيباتي، صباح الخير عليكم. واش راكم؟ واش حالكم؟ نتمنى الفيديو تاعي يلقاكم نتوما بالف خير يا رب. اليوم جيتكم بوصفه يعني شتويه. جيتكم بواحد الحساء، واش نقول لكم، اقل ما يقال عنه قمه في البنه. وهاد الفطائر راح يجوا في الفرن، راح يجوا محشيين الداخل بواحد الحشوه بزاف 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 لذيذه واقتصاديه في نفس الوقت. وهذيك العجينه واش نقول لكم بزاف بزاف هايله. نتمنى انكم تجربوها. يعني هذه الوصفه يعني وجدتها لكم دوكا يعني خصيصا لشهر رمضان الكريم، كما كنت وعدتكم اني راح نبدا لكم يعني بوصفات لشهر رمضان المبارك. دوكا نبداو في الوصفه تاعنا والمقادير. راح نبدا دوكا في العجين. راح نبدا هي الاولى. درت فيها كاس ما دافي، مورف كبيره نتاع السكر، مورف كبيره نتاع خميره الخبز، عندي ربع كاس نتاع الزيت. راح نخلط كامل هاد المكونات مليح. من بعد راح نبدا نزيد في الفرينه بالتدريج. راح ندير رشه نتاع الملح، راح ندير كميه صغيره من خميره الحلويات، يعني واحد نص مغرفه نتاع خميره الحلويات. انا كما راكم تشوفوا درت 2 كيسان الوالا. راح مغرف، انا راه كما قلت لكم مغرف كبيره نتاع الملح. راح نخلط كامل هذيك الفرينه تاعنا حتى تمتزج لنا كامل المكونات وتشكلنا عجينه. انا راكم تشوفوا هنايا العجينه تاعنا. هنا كي زدت لها 2 كيسان. هنا واش نقول لكم، يعني انا دوك نمد لكم نصيحه انكم كي تكونوا تعجنوا في الحاجه من الاحسن انكم تعجنوها وتزيدوا الفرينه. انا جيت نعجنها في هذاك الريسيبيون، جاتني يعني صعيبه شويه. كما تشوفوا انا حطيتها فوق البلون دو طرافاي وراني نزيد لها الفرينه بشويه. منها راني نعجن وراني نزيد في الفرينه. كما تشوفوا كيفاش راني نعجن، راني ندي ونقلب يعني هكا يعني. منها رانا نزيدو في الفرينه ونعجنو هكاك. الفرينه تاعنا راهي رايحه تدخل داخل العجينه تاعنا، راح تجينا العجينه تاعنا بزاف بزاف خفيفه. كما قلت لكم انا استعملت 2 كيسان، والكاس الثالث استعملت منه كاس الا ربع، صافي 3 كيسان غير ربع بقالي من هذاك الكاس. 4 كاس. راكم تشوفوا هنا العجينه كيفاش جايه طريه بزاف، بصح ماهيش لهذيك الدرجه تاع تلصق في اليد، تجي طريه بصح ما تلاصقش في اليد. راح نخلي العجينه تاعي هنا نحطها في داخل ريسيبي هكا باش تخمر. وراح نغطيها بكيس بلاستيكي. انا راني نقول لكم شحال بقات لي من الفرينه من هذاك الكاس الثالث. صافي استعملت 2 كيسان 3 كيسان الا 4 نتاع لا فارين. انا راح نغطي العجينه تاعي ونخليها تخمر. لازم نعطولها راحتها في الخمور هكا باش من بعد تجينا العجينه تاعنا خفيفه. يعني كل ما خمرت العجينه تاعنا مليح راح الفطائر تاعنا راح يجوا بزاف بزاف خفاف. هنا دوك راح نوجدوا الحشوه. واش نقول لكم، هذه الحشوه هذا تقدروا تعتمدوها في اي انواع الفطائر اللي راكم حابين ديروهم. حشوه واش نقول لكم هايله بنينه بنينه. واش عندنا فيها؟ عندنا حبه بصل مقطعه رقيق، عندنا حبه طماطم، عندي واحد 2 حبات حبات فلفل حلو قطعته ثاني رقيق، وتاني حطيت فيها واحد 2 زروديه 2 حبات نتاع زروديه اسكرفشتهم. عندي كميه من الدجاج، من صدر الدجاج هكاك واحد 4 صدر الدجاج، يعني كميه بزاف صغيره. حطيت هذيك البصله في شويه نتاع الزيت، قليتها مليح حتى ذابت، زدت لها هذيك الكميه تاع اللحم هذاك اللي قطعته مربعات يكونوا صغار. كما تقدروا تستعملوا اللحم المفروم ولا ثاني داند مفروم، ولا هذه يعني هذه هي، ولا تقدروا تعوضوها باي حشوه واحده اخرى. حطيت هذاك الفلفل وخليتها طيب على خاطرها. دوك نجو للحساء. واش نقول لكم، حساء روعه روعه. عبالنا باللي عندنا مشكل مع الكرنب، يعني انا راني لحد الان حطيت لكم هذه هي الوصفه الثالثه خاصه بالكرنب. هنا بالنسبه للحساء عندي حبه بصل تكون متوسطه، حطيت لها حبه بطاطا ثاني مقطع رقيق، حطيت لها كان عندي يعني هذاك القلب نتاع الكرنب قطعته صغير ثاني حطيته لداخل. هنا عندي يعني كميه يعني كركسه نتاع الدجاج، وكما تقدروا تستغناو عليه ولا تقدروا تعملوا اي نوع من اللحوم راكم حابينه. بالنسبه للتوابل درت ملح فلفل كحل، درت شويه راس الحانوت، درت لها رشه صغيره نتاع الكمون، ودرت لها توابل الدجاج. اسمحوا لي هنا بالنسبه للحشوه تاعنا
راكم تشوفوا هنا الفلفل تاعنا تقلى يعني كيما يلزم، ذبال لنا هنا، وحطيت لها دوك حطيت لها هذيك الزر ديال اللي رابيتها. واش نقول لكم، الجزر كي تربيو في الحشوه تعطي لكم واحد البنه يعني هاي اللي زيت لكم في هذيك الحلاوه، هذيك الحلاوه ومع هذيك البنه تاع الملوحيه تعطي لكم ذوق اروع. هنا بالنسبه للتوابل عادي نتوما تقدروا تستعملوا اي نوع تاع توابل اللي يكونوا متوفرين عندكم. انا درت الملح درته مع الاول كما عودتكم، انا دائما كي نقلي البصل ندير معاه الملح هكا باش يساعدني انه يطيب لي بالخف ويذبل لي. التوابل درت ملح، فلفل كحل، ملح فلفل كحل، درت كركم، درت راس الحانوت، ودرت شويه نتاع الكمون، رشه صغيره نتاع الكمون، ودرت ثاني الكركم. باش نقول لكم مع الكركم عنده فائده بزاف بزاف كبيره. هنا كانت عندي يعني حبة بسباسة في الثلاجة، قلت باش نزيد قيمة غذائية لهذا الحساء قلت نزيدها لداخل. باش نقول لكم هذا الحساء يجي غير بالبطاطا والكرنب زعما كيما انا حبيت درت له البسباس. بصح يعني ما ننصحكم انكم ما تحطوش فيه الجزر، لانه الجزر حلو يعني راح يخسر لكم هذيك البنه شويه. هذا هو يجي بالبطاطا، الوصفه الاصليه تاعو يجي بالبطاطا والكرنب. راكم تشوفوا هنا بعد ما طاب لي هذاك الحساء نتاعي، راكم تشوفوا تكرمل وجا بزاف بزاف هايل. هنا دوكا راح نمكسيه كامل. ما قبل ما نمكسيه راكم تشوفوا راني حطيت قطعه من الجبن، يعني هذه لمسه اختياريه تقدروا تستغناو عليها، كما تقدروا تعوضوه باي نوع جبن يكون عندكم. تقدروا تستعملوا كيري، تقدروا تستعملوا الجبن الطري. هنا كان عندي جبن المثلثات استعملته. هنا كما راكم تشوفوا هنا راح نرحي مليح مليح هذيك الحساء نتاعي، وخلاص. وهكا الحساء تاعنا راهو واجد، يعني وصفه خفيفه ظريفه متوالم يعني هاد الايامات نتاع البرد والشتاء. أنا يعني كنصيحة إلا شفتوا الحساء تاعكم جاي بزاف خفيف، حطوه فوق نار مهيلة، بصح ما تغفلوش عليه مرة على مرة، حركوه. وإلا جاكم ثاني ثقيل شنو زيدوا له كمية صغيرة، غلوا الماء. انا سمحوا لي طاح لي هذاك الميكسور. اش نقول لكم، الا جاكم بزاف ثقيل زيدوا له صغلوا شويه تاع الماء وزيدوه له حتى تحصلوا هذاك القوام اللي راكم حابينه. هنا دوك راح نبداو بالفطائر تاعنا. راكم تشوفوا هنا العجينه تاعي بعد ما خمرت قطعتها لهادو دوائر. انا باش نقول لكم للامانه انا العجينه كامل ما استعملتهاش، استعملت النص فقط نتاعها. يعني هاد الكميه راكم تشوفوها هي نصف هذيك العجينه اللي عملتها معاكم. درت هاد الكويرات هكا يكونوا صغار، يعني كيما تاع المسمن ولا اقل منها بشويه على حساب المول اللي عندكم. خليتهم ارتاحوا واحد 10 دقائق. راكم تشوفوا انا راح نحل العجينه تاعي نحلوها، نسيو نرقوها، بصح ما ترقوهاش بزاف بزاف حتى تتقطع، بصح ترقوها لدرجه انه يعني يبدا يبان لكم شويه سطح العمل. راكم تشوفوا هنا راح نحط الحشو في الطرف، يعني في الطرف تاع العجين. والعجينه تاعنا نسيو انكم تشوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي عنده شكل طولي، يعني الطول وتكون عندها شويه نتاع العرض، يعني ما تزيدوا لها شويه في العرض. راكم تشوفوا هنا راح راني نديرها الطول تاعها راح تكون على حساب الصينيه تاعي، ونبدا نحلها من بعد بالعرض هكا باش كي نبدا نرولي فيه يعني نلقى واش نرولي فيه هكا باش ما يبقى لناش غير هذاك الحشو تاعنا ما يخرج لناش من الفطائر نتاعنا. راكم تشوفوا كيفاش جاو نحلها يعني القياس تاعها على حسب طول الصينيه تاعكم. انا راح نحط هذيك الحشوه هنا. اللي كان عندكم جبن مبشور ولا جبن طري تقدروا تحطوه، بصح باش نقول لكم هكا بدون جبن وصفه خفيفه وهكاك وجات تهبل وبنينه وهايله. السر في هاد الفطائر يجوا بزاف بزاف مقرمشين، يجوا يعني مقرمشين هايلين يعني ويجوا خفاف، يعني والم شهر رمضان مع هكا مع الشرب هكا تكون سخونه. يعني نبدلو ماشي دائما بوراك وماشي دائما سوفلي، يعني نجيبوا هكا افكار يكونوا خفاف. انا شوفكم تشوفوا كملت كامل هذيك الكميه حطيتها في الصينيه تاعي كما راكم تشوفوا. انا درت لي 6 كريات، دهنتهم بصفار نتاع البيض، رشيت عليهم جلجلان. التزيين اختياري، تقدروا ديروا لها ساندويتش من الفوق، تقدروا ديروا اي نوع، تقدروا ديروا زيتون تقطعوه دوائر تحطوه تزينوها به وندخلوها الطيب في فرن ساخن على درجه 180 درجه. هنا لازم تكون النار شويه قويه. راكم تشوفوا هنا كي طاب يعني حمرته مليح من الفوق. راكم تشوفوا هنا يجي مقرمش ويجي خفيف 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 باش نقول لكم
ما تشبعوش منه، والله ما تشبعوش منه، يعني ماشي من هذاك الفطائر اللي يجوا معجنين الله يجي بزاف بزاف اخفاف. يعني هذه هي الوصفه نتاعي تاع نهار اليوم. راكم تشوفوا هذاك راح نقسم لكم، حنا نوري لكم حبه كيفاش راح تجي. هنا كيما راكم تشوفوا راني قسمت لكم حبه، راكم تشوفوا شحال جاي فارغ فارغ لداخل، فحسبوك شغل ماكم تاكلوا والو، يعني لدرجه انه خفيف 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 ويجي يعني هايل. كما قلت لكم نبدلوا، يعني راح نبدلوا على البوراك وهذوك العفايس هكا، يعني نقصوا شويه من القليان. يعني هذو هما الوصفات نتاعي تاع نهار اليوم، نتمنى انهم يعجبوكم. واش نقول لكم في الاخير، واش نقول لكم، نتمنى يعني هاد الوصفه تاع الحساء، بس واش نقول لكم، الحساء يعني الحساء وهاد الفطائر خاصه الحساء يعني على بالنا بلي عندنا مشكل كبير مع الكرنب، ولادنا ما يحبوش الكرنب، العائله تاعنا كامل ما يحبوش الكرنب. يعني نسيو كيفاش يعني نلعبوا خدعه في المطبخ، يعني نوكلوهم يعني الخضار بلا ما يفيقوا ويجوا بنان. هادو هما الفطائر، حتى هاد الفطائر يعني يوالموا شهر رمضان. في الاخير واش نقول لكم، اي واحد يشاهد الفيديو تاعي ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس والعنوجة من عندكم هكا شباب. نتلاقوا في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.